وبعدين ثم إنك بعد ذلك مجاهد بتلك العد، إن كانت معك نصرت ولا ينصرن الله ما ينصره، وإن تخلفت عنها خذلت. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني جاهد بالسنن، تعلم التوحيد الأول، تعلم السنن. من شيخ طارق من عجيب ما بعض هؤلاء احنا ردنا عليه قبل ذلك، اسمه اياد القنيبي ولا ما ادري، هذا دايما متحمس لحماس وكذا ورد بقى كل يعني. شوفوا اخر ما قال، مش طلع من اتباع جاهد بالسنن بس باسلوبه. الان ماذا يقول هذا الرجل؟ شوفوا في النهايه انتبهوا، ليس صحيحا ما يفعله بعض الدعاة والمؤثرين من تعشيم الناس بنصر عسكري قريب في غزة، وكأن الكفاية قد تحققت بمن يقاتل هناك. ليس صحيحا أن ثمن النصر قد قدم من دماء وأشلاء أهلنا في غزة، وبقي علينا أن ننتظر البضاعة تحرير الأقصى وفلسطين. ليس صوابا أن يدعو الأئمة والخطباء اللهم نصرك الذي وعدت بمعنى النصر العام للمسلمين، وكأننا قمنا بما اشترطه الله علينا لينصرنا. ليس صوابا أن يعشم الدعاة الناس برؤى يراها هذا وذاك على أنها تعني النصر في هذه المعركة، فيبقى الناس مخدرين ينتظرون تحقق هذه الرؤى. ليس صوابا أن يقسم أحدهم أننا نحن سنصلي في الأقصى، حتى إذا سمع من الناس آمين يا رب تعززت لديه القناعة بصحة يمينه الذي لا دليل عليه. كل هذا مخالف لسنن النصر. كل هذا مخالف لسنن النصر، ويجب على الموجهين أن يتوقفوا عن هذا كله ويوجهوا طاقات الناس إلى عمل ما عليهم ليستحقوا النصر في حينه. جاهد بالسنن يا أحمد، سنن النصر، السنن. الله عجيب، يكون هذا تأثر بالمقطع ولا حاجة؟ يعني كل ده سراب؟ يعني مش هنصلي في الأقصى؟ مش أنت بتاع يعني مش هنحرر يعني مش هننتصر الانتصار ايوه، دول دعاء مخدرون اللي هو كان منهم، دول دعاء جعجعه. سبحان الله. امال نعمل ايه يا ايات؟ لابد الامه تاخذ باسباب النصر، لازم الامه تاخذ بالسنن. يعني نصلي ركعتين يا اياد؟ يعني نقرا قران ولا نصلي بالليل؟ ايه سنن النصر دي؟ ايوه نصلي بقى تحيه المسجد. مش هو ده برضه كنت تقولوه؟ ايه سنن النصر؟ قول لي بقى السنن. اكيد الامه هتقوم عليه. لا، لان مش بتاع سنن حقيقي، انما انت بتاع السنن، انت بتاع الكتب. ادي كتبك اهي، خد بالك. اهو يا اخوان، السنن جت يا اخوان، السنن جت اهي، ما شاء الله. يعني كل الدعاء والناس دي كلها لا 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 لا، انتوا بتخدروه. اللهم يقسم والله سنصلي في الاقصى والناس الامين يا رب، وتعززت لديهم القناعه بصحه يمينه الذي لا دليل عليه. مش صحيح ان هنصلي في القدس، مش صحيح ان هنحرر الاقصى، ده مش صحيح. مش صحيح اللي في غزه هينتصروا عسكريا، مش صحيح. الله، امال ايه؟ ناخد بسنن النصر، ناخد بسنن السنن. عموم الناس ينتظرون. اسمع كمان، عموم الناس تفعلوا مع غزة بالتعاطف وترقب الأخبار دون تغيير حقيقي عميق مستمر في حياته. لا 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 لا، يعني مش بتوع توحيد، يعني تقول لك غزة مش بتوع توحيد، يعني مش أدنى طفل، مش أصغر طفل أحسن من أي واحد في التوحيد. لا 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 يا ابني، ده بيقول ربنا نزل لنا المطر أهو الحمد لله، ده من دعاة التوحيد، ده بيرد على الجميع المعتزلة. ده الولد بيقول، جابوا صورة ولد بيقول كده ربنا رزقنا بالمطر. ده التوحيد، قمة التوحيد. مش بالتعاطف، دون تغيير حقيقي عميق مستمر في حياتهم، ودون بذل ما يستطيعون من الأخذ بأسباب النصر والتمكين على المدى البعيد، ودون يقظة تحركها صرخة في كيانهم بحجم الأحداث. عموم الناس ينتظرون خطاب أبي عبيدة. وماذا سيفعل لكم أبو عبيدة؟ هيعمل لكم أبو عبيدة؟ الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم ويبارك فيهم على ما قدموه حتى الآن. طبعا مش بيضغط الضغط القوي، لأنه هنا سيهرب كل الزبائن، سيهرب كل الزبائن. لن يستطيع يقول يا أبا عبيدة جاهد بالسنن، ما يستطيع. هو بيأخذ المعنى ولكن في القالب الذي يحفظ له جمهوره. أبو عبيدة وإخوانه إذا لم تسندهم الأمة فمن أين سيأتون لها بالنصر؟ وهل رجعوا إلى الأمة يا إياد؟ لماذا مدحت جهادهم يا إياد من قبل والآن تقول الأمة؟ هل انتظروا الأمة؟ هل انتظروا القدرة؟ هل انتظروا الراية؟ هل انتظروا إعداد الأسباب اللي أنت بتقول عنها الآن فأعدوها وأعددتها معهم؟ ارجع إلى مقاطعك من أول 7 أكتوبر واعرضها على هذا، ستجد نفسك دجالا من الدجاجلة.
إذا لم نتعلم من بطولتهم دروسا تنعكس على واقعنا. بطولتهم يا إياد أضاعت أمة، بطولتهم هجرت شعبا، بطولتهم قتلت آلاف من الأطفال، بطولتهم يتمت كثيرا من الأولاد والأطفال، بطولتهم في العراء، بطولتهم في العراء. ولم يدهمهم عدو مباشر فردوا بقدر المستطاع أو بذلوا ما عندهم، كما هم النبي صلى الله عليه وسلم ببذل ماله، بذل ثلث مال المدينة ليرجع الأحزاب. لم يضعوا النساء والصغار في الحصن كما وضع النبي في الخندق، لم يحفروا خندق بينه وبين اليهود. هؤلاء ما دفعوا اليهود بل جلبوا اليهود، والآن يدفعون الثمن. فجئت الآن تقول نحن نحتاج إلى تغيير. التغيير قبل يا إياد ولا التغيير بعد عراء لا نجده آمنا يا إياد؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النبي جاهد أولا يا إياد ثم ربى بعد، أو ربى قبل وجاهد بعد. تعلم يا إياد، تعلم يا إياد، تعلموا يا دعاة الفتنة. أنت من الذين يخدرون الأمة. أنسيت أنك من أصحاب الثورات؟ أنسيت أنك من أصحاب الربيع العربي؟ أنسيت أنك بك وبغيرك دفعت اليمن الثمن وليبيا الثمن وغيرها من البلدان؟ أنسيت يا إياد؟ نصحت أبا عبيدة يا إياد ومن معه ألا يضعوا أيديهم في أيدي بشار يا إياد الذي سفك دماء أهل السنة وهجر شعبه؟ نصحت ألا يقفوا مع الشيعة؟ قلت لهم أخطأتم حين أطلقتم رصاصا وهدمتم دينا؟ قلت لهم ذلك؟ يا إياد تعلم من إياد، يا إياد تعلم من إياد. إياد يقول إذا لم نتعلم من بطولتهم دروسا تنعكس على واقعنا بوضوح، فماذا تنتظرون من أبي عبيدة أن يقول لكم ستخرق السنن؟ السنن ستخرق السنن وتعفى الأمة من الأخذ بأسباب النصر. أبو عبيدة تنتظرون أن يقول لكم ذلك؟ ماذا يصنع أبو عبيدة؟ تتابعون أبا عبيدة في خطبه وفي كلماته. لن يفعل لكم أبو عبيدة شيئا، أبو عبيدة لن يخرق السنن. اللي هي يا إياد اللي هي صلاة الضحى. ردوا يا جماعة، ردوا يا عالم، خلوها ترند، ردوا. طلع إياد بتاع سنن، إياد من أهل السنن. السنن أن يقول لكم تنتظرون أبي عبيدة يقول لكم ستخرق السنن وتعفى الأمة من الأخذ بأسباب النصر. لا، للنصر أسباب. تعرف تقولها إياد؟ أريد منك مقطع جديد كده. إيه السنن التي ينبغي على أهل فلسطين الأخذ بها؟ هم جهال بالسنن؟ ده حفظوا القرآن، مش ده كلامكم؟ هم جهال بالتوحيد؟ ده الموحدون الأول في العالم. هم مش محجبات؟ ده النساء المحجبات في العالم. إيه السنن يا إياد؟ ما السنن يا إياد؟ ويختم إياد كلمة بعبارة يخالف فيها أمة العواطف. أمة العواطف عاشت مع كلمة قالها بعض جنود حماس: حل اليدويري. سمعتوها؟ إذا هو يقول يختم من كلمة: حلل لهم يدويري لا لنا. حلل لهم لا لنا. أسقط الكلمة التي فرح العالم بها. إذن عندنا ترندين دلوقتي المطلوب يوجدوا. الترند الأول طلع إياد من بتاع السنن. الترند الثاني إياد يخالف عواطف الأمة، حل اليدويري. لا، حل لهم مش لنا. احنا عرفنا طريقنا السنن. ننتظر يا إياد والمعلقين ننتظرهم أن يعلقوا على إياد. صبأ إياد، صبأ إياد وحاد إلى السنن. امسك، تم العثور على رجل يقول السنن. يريدون من أبي عبيدة أن تخرق له السنن، تم ضبطه. الله المستعان، الله المستعان وعليه التكلان. سبحان الله. جاءت كلمة السنن، عرفتموها؟ نعم. وأمرهم. اقرأ يا أحمد، مش حل اليدويري. اقرأ يا أحمد، اقرأ كلام السلف، اقرأ كلام السلف. نحن لا ننتظر دويري، نحن أتباع السلف. دويري الخارجي، دويري أصحاب ثورات، هذا دويري اللي بينتقد الحكام، دويري هذا الناس يمشون وراء أي شيء، وراء أي شيء.